السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة جديد دي زد. إذا كنتم لأول مرة تشاهدون تفضلوا بالاشتراك وتفعيل زر الجرس حتى تتوصلوا بكل جديد. تتوقع مصالح الأرصاد الجوية بحول الله مرور اضطراب جوي نشيطا نسبيا سيخص المناطق الشمالية والوسطى والغربية بالدرجة الأولى، والساحلية والقرب منها الشرقية بأمطار معتبرة ورياح قوية، وهواء شديد البرودة قطبي، وثلوج كثيفة على المرتفعات متوسطة، وهذا بداية من يوم الغد إن شاء الله. والبداية من صبيحة الغد بأمطار معتبرة ستخص الساحلية والقرب منها الوسطى والغربية. تزداد غزارات مع مساء يوم الغد لتلتحق نحو الداخلية والوسطى والغربية، مع ثلوج تبدأ على المرتفعات 1000 متر، ثم تنخفض مساء بالمرتفعات الوسطى والغربية إلى 800 متر أواخر مساء الغد، أو قد تنخفض إلى أسفل حتى تصل حتى 600 متر غاية صبيحة السبت. ثم تلتحق كتلة قطبية شديدة البرودة لينخفض مستوى علو الثلج مساء السبت إلى غاية ظاهرة الأحد إلى مرتفعات 500 كما ذكرنا أو 600 مترا، ومحليا سينخفض أواخر ليلة السبت. ثم تلتحق كتلة أواخر ليلة السبت إلى الأحد وصبيحة الأحد إلى مرتفعات 300-400 متر، قد يكون ممزوجا بأمطار أو زخات مع احتمال تراكمات خفيفة خاصة الوسطى والوسطى الغربية إن شاء الله. المناطق الشرقية ستتأثر أيضا، خصوصا السواحل والقرب منها، في حين داخلية الشرقية تأثير ضعيف جدا إن شاء الله. الأمطار: الولايات المعنية الوسطى والغربية هي تيزي وزو، العاصمة، بومرديس، تيبازا، شلف، سعيدة، تيارت، مستغانم، وهران، تيلمسان، عين تيموشنت، معسكر، غيليزان، شمال بلعباس، عين الدفلة، البليدة، شمال المدية، تيسمسيلت. هذه الولايات ستكون مختصة بالأمطار. صلاحية النشر الجمعة 9 صباحا إلى غاية الأحد 12 منتصف النهار. كمية الأمطار المتوقعة قد تصل أو تفوق بين 20 ملم إلى 50 ملم محليا خلال طيلة صلاحية النشرية. الولايات المعنية: بجاية، جيجل، سكيكدا، عنابة والطارف. صلاحية النشر الجمعة 6 مساء إلى غاية الاثنين 9 صباحا. كمية الأمطار المتوقعة قد تصل أو تفوق بين 20 ملم إلى 35 ملم محليا. الثلوج: الولايات المعنية بقوة الوسطى والغربية بالثلوج على المرتفعات 600-800 متر هي سيدي بالعباس، تيسمسيل، تيارت، سعيدة، تلمسان، شمال الأغواط، النعامة، البيض، عين الدفلة، البليدة، المدية، لبيرة، تيزي وزو، برج بوعريريج، بومرداس، الجلفة ومعسكر. صلاحية النشر الجمعة 18 مساء إلى غاية الأحد 15 مساء. سمك الثلوج المتوقع قد يصل بين 10 إلى 20 سنتيمتر محليا. الولايات المعنية بالثلوج الشرقية 600 متر هي بجاية، سطيف، برج باتنا، خنشلة، ميلا، جيجل، سكيكدا. صلاحية النشر الجمعة 9 ليلا إلى غاية الأحد 15 مساء. سمك الثلوج المتوقع قد يصل بين 1 سنتيمتر إلى 5 سنتيمتر، قد يفوق 15 سنتيمتر في بجاية وجيجل وغرب سكيكدا. الولايات المعنية بالثلوج الوسطى والوسطى الغربية محليا ببعض الزخات الثلجية أو الأمطار الممزوجة بالثلوج على المرتفعات 300 متر إلى 400 متر هي تيبازا، شلف، البليدة، المدية، غيليزان، بومرداس، تيزيوز، معسكر، عين الدفلة، احتمال أعالي العاصمة. صلاحية النشر السبت 9 ليلا إلى غاية الأحد 12 ظهرا. اضطراب جوي آخر نشيط قطبي متوقع خلال الفترة بين 5 إلى 15 جونفي 2020. هذا كان كله والعلم لله. وفي الأخير لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى تتواصلوا بكل جديدنا في الأحوال الطقس والمواضيع الأخرى إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.